السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقاؤنا الأعزاء في حكاية جديدة وممتعة وجميلة. في برنامجكم الشيق يحكى أن. عنوان حكايتنا لهذا اليوم: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. وهي حدثت في مملكة الحيوانات، في غابات بعيدة عن البشر، كان يا مكان في قديم الزمان، كان هنالك أسد قوي، وهو كما تعرفون يا أصدقاء ملك الغابة. حيث كان الآمر الناهي لكل الحيوانات. لكن هذا الأسد كبر في السن، ولم يعد كما كان في شبابه. يطارد الفريسة بكل قوة وسرعة. وبينما هو جالس في عرينه في يوم ما، وكان الحزن باديا على وجهه، أخذ يفكر في أمر نفسه، فقوته أصبحت لا تساعد، وخاف أن تعلم حيوانات الغابة بذلك، فيفقد السيطرة وتضيع هيبته. فقرر أن يستدعي الذئب لمشاورته. قدم الذئب إلى عرين الأسد، واقترب منه وهو متردد، فلمح علامات الحزن على وجهه. فقال: لماذا أرى ملك الغابة حزينا؟ رد الأسد: اسمع يا أيها الذئب، ناديتك لأمر مهم. أريد أن أشاورك وأستشيرك، لقد كبرت في العمر، وأظن أن هذا سيؤثر في حكم الغابة. بماذا تنصحني؟ فكر الذئب قليلا: ثم قال في سره: إنها فرصة ذهبية كي أكون ملكا للغابة، وأتخلص من كل من يعاديني. ثم ابتسم بخبث. استغرب الأسد من هذه الابتسامة، فقال له: ما لك أيها الذئب؟ رد عليه: آسف يا ملك الغابة، كنت أفكر لك في طريقة، فأنت طوال حكمك كنت عادلا، وكنت تسيطر على الغابة كلها، وأخاف إذا عرفت الحيوانات الحقيقة فستعم الفوضى في الغابة. أقترح عليك كتمان الموضوع. تخوف الأسد قليلا وارتجف، ثم قال: هذا هو رأيك؟ قال الذئب: نعم، ولا تقلق يا سيدي، سأكون ساعدك الأيمن. وسأريحك من كل ما يشغلك. وقال الأسد: وماذا عن الطعام؟ رد عليه: كل يوم سأستدعي لك واحدا من الحيوانات، وسيكون هو وجبتك. تقبل الأسد الفكرة على مضض وهو مضطر. وفعلا مكث الأسد في عرينه، بينما انطلق الذئب إلى الغابة، يبحث عن الحيوانات، وكان يبحث عن كل من يعاديه. أو يختلف معه أو يتشاجر معه. وفي طريقه شاهد القرد، وتذكر أن القرد كان يزعجه، ويسبب له المشاكل. فقال له: أيها القرد الذكي، إن ملك الغابة يريدك، فقد عينك مساعدا له. فاذهب له في الحال. انطلق القرد المسكين إلى عرين الأسد، وهو يسرح بخياله بعيدا، لكنه دخل على الأسد. ولم يخرج بعدها أبدا. وفي اليوم التالي خرج الذئب في رحلة بحثه يبحث عن عدو جديد، حتى يتخلص منه ويرتاح من مشاكله، فذهب إلى الأرنبة، والتي كانت سريعة جدا. ولا يستطيع الإمساك بها. ترى ما الذي قاله الذئب للأرنبة؟ وهل استطاع أن يقنعها؟ بالذهاب إلى عرين الأسد؟ ستعرفون ذلك يا أصدقاء. لكن بعد هذا الفاصل القصير. فلا تذهبوا بعيدا، فاصل ونواصل. أهلا وسهلا ومرحبا يا أصدقاء، عدنا لكم بعد الفاصل، لنواصل لكم في حكايتنا، والتي هي بعنوان: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. الحكاية التي تدور أحداثها في الغابة. أين توقفنا في الحكاية يا موفق؟ توقفنا يا عبد السلام عند الأرنبة، نعم صحيح، حيث قدم عليها الذئب، وكان يحاول إقناعها بالذهاب إلى الأسد. فقال لها: إن الأسد يبحث عن طباخ، وأنت طباخة ماهرة، وكل أهل الغابة معجبون بطبخك، وقد رشحتك لتكوني الطباخة. فاذهبي الآن الآن. فرحت الأرنبة بذلك، وانطلقت مسرعة إلى عرين الأسد. وكما حدث للقرد، دخلت الأرنبة لكنها لم تخرج. وهكذا كان الذئب، يتخلص من أعدائه، الواحد تلو الآخر، حيث لم تغلبه الحيلة في إقناع الحيوانات. بالذهاب إلى عرين الأسد. ولأن الغابة كبيرة جدا، والحيوانات كثار، لم يلحظ أي حيوان ذلك، فلم يكون اختفاء الحيوانات واضحا. وهكذا كل يوم يذهب حيوان.
فذهب الغزال والسنجاب وذهب حمار الوحش وغيره، يدخلون إلى العرين، لكنهم لا يخرجون من هناك أبدا، فتذكر الذئب حيوانا مهما حيث كان دائما ما يزعجه، وينافسه في طعامه وشرابه، ألا وهو الثعلب. فانطلق الذئب باحثا عنه، وعندما وجده قال له: طاب يومك يا أبا الحسين. رد الثعلب التحية على عجل. قال له الذئب: توقف، أريدك في أمر مهم. إن الأسد يبحث عنك. رد الثعلب: لماذا؟ فقال له الذئب: إنه يبحث عن مستشار. فلم يجد أفضل منك فاذهب له. ذهب الثعلب إلى عرين الأسد، لكن فجأة توقف قبل الدخول. سأله الأسد: لماذا لا تدخل؟ قال الثعلب بمكر: شكرا لك. أعتذر عن هذه الدعوة. رد الأسد: ولماذا تعتذر؟ قال الثعلب: لأن من يدخل لا يخرج أبدا. رد الأسد: وكيف عرفت؟ من أخبرك؟ قال الثعلب: أخبرتني هذه العظام. ألا ترى العظام المرمية بقرب العرين؟ ثم أخذ يفكر قليلا، وسأل الأسد: لماذا لا تخرج لتكسب الطعام؟ رد الأسد بحزن: لقد كبرت في السن. أجاب الثعلب سريعا: لقد اكتشف الأطباء سرا يعيد الشباب، أنصحك به. قال الأسد وهو فرحان: هيا قل ما هو. رد الثعلب بخبث: قلب الذئب. فرح الأسد بذلك. فواصل الثعلب: وأنا سأحضر لك الذئب. قابل الثعلب الذئب وأخبره بالذهاب سريعا إلى الأسد. فانطلق الذئب إلى الأسد متعجبا، فدخل إلى العرين، ولا يدري أنه لن يخرج أبدا. فقال الثعلب: مسكين أيها الذئب، نسيت أنه من حفر حفرة لأخيه وقع فيها؟ انتهت الحكاية يا أصدقاء. لكن يجب أن نعرف أن الخداع لا ينفع أحدا، وأنه من يحاول خداع من حوله فإنه يخسر كل من حوله. هذه كانت بعض الدروس من الحكاية. لكن ماذا عنكم يا أصدقاء؟ ما الذي استفدتموه؟ لا تنسوا راسلونا عبر هاتفنا الذي يظهر الآن على الشاشة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الإعلامية، على أمل أن نلتقيكم في حلقات قادمة. هذا صديقكم موفق ناصر وعبد السلام ناصر نحييكم. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.